برشلونة بطل أسبانيا حصل على الثلاثية المحلية التاريخية بقيادة هانز فيليك اللي عمل موسم جامد جدا ورجع شخصية برشلونة. برشلونة تعود من جديد إلى الألقاب وتتصدر المشهد وهي أفضل فريق في الموسم ده سواء في أسبانيا أو في العالم كله. قدم موسم للتاريخ برغم البداية المتعثرة لبرشلونة، برغم الأحداث الصعبة وعدم الإنفاق والمشاكل اللي في الإدارة ومشاكل النادي وإصابة اللاعبين ومشاكل في التعاقدات. كل ده برشلونة عملت موسم تاريخي بقيادة هانز فيليك ومدرسة اللمسية اللي طلعت لعيبة جامدة جدا ومستقبل الفريق في المواسم القادمة والسنين اللي جاية. فبرشلونة بصراحة موسم للتاريخ، بطولات، إنجازات جامدة جدا. بس برشلونة عمل موسم قوي جدا بعد الفوز في الكلاسيكو في بداية الأسبوع 4-3. ماتش قوي جدا لبرشلونة، ماتش شبيه لماتش الإنتر في العودة 2-0، والذهاب نفس الفكرة 2-0 ريال مدريد عن طريق كيليان امبابي، هدف ضربة جزاء وهدف انفراد. برشلونة رجعت بسرعة بهدف لإيريك جارسيا، بعد كده هدف ليمين يامال من تسديدة ولا أروع. يمين يامال الشوطات دي الكور دي بتاعته، بقت ماركة مسجلة. يمين يامال بالشمال في البعيدة بقت ماركة مسجلة. بعد كده برشلونة هدف تالت رافينيا وهدف رابع رافينيا. الشوط الأولاني خلص 4-2. برشلونة عملت الشوط التاني هدت شوية، تسجل ريال مدريد كيليان امبابي، بس في الثواني الأخيرة برشلونة سجلت الهدف الخامس واتلغى لفيرمان لوبيز، كانت لمسة يد، وإن الحكم شايفها أنت دي لعبة جديدة فالجون يتحسب عادي. وكانت في ضربة جزاء لبرشلونة، الكورة جت في إيد تشاوميني بس الحكم محسبهاش. كانت في مشاكل طبعا تحكيمية، بس في الآخر برشلونة قدرت تفوز وكانت فرق 7 نقط. وبرشلونة لعب امبارح ماتش ضد اسبانيول، كان ماتش الحسم في ملعب اسبانيول. الماتش ده فوز برشلونة كان ماتش صعب جدا. طبعا ماتشات الديربي ما بين برشلونة واسبانيول مش ماتشات كورة، يعني متقوليش برشلونة فين أداء برشلونة. الماتشات دي بتبقى ماتشات ضرب. شفنا الأحداث اللي قبل الماتش السائق اللي دهس مشجعين، في أحداث كتيرة، وفي مشجعين من اسبانيول ما حضروش الماتش وتركوا الماتش. فكانت في احداث كتيره. طبعا ماتش الديربي برشلونه واسبانيول ده على مر التاريخ مبقاش ماتش كوره اصلا، ماتش ضرب. وشفنا طبعا الاحتكاكات العنيفه والطرد اللي حصل، الكره اللي ضرب فيها يمين يامال اللي ضرب بالايد ده وطرد لاعب اسبانيول. وماتش ما كانش سهل خالص، كانت الفرص ضعيفه. الشوط الاولاني كانت فيه فرص لاسبانيول كتير، طبعا مصيدة التسلل اللي احنا بنلعب عليها اللي عامله كوارث الفرقه بقت تستغلها، تتضرب كتير. فكانت في كور لاسبانيول، بس الحمد لله الشوط الاولاني خرجنا 0-0. الشوط التاني كوره ولا اروع ولا اجمل من يمين يامال، تسديدته هي دي التسديدات بتاعته، تسديده في 90 بلس 90، بص في الزاويه التي يسكن فيها الشيطان. كوره ولا اجمل ولا اروع، هدف اول برشلونه. برشلونه استمرت في الهجمات واسبانيول كانت ضاغطه الشوط التاني، عايزه ترجع للنتيجه ان هي كانت عايزه تكسب وعايزه ما تهبطش للدرجه التانيه. فبرشلونة في الثواني الأخيرة برضو عن طريق فيرمان لوبيز سجل الهدف الثاني وخلاص الماتش خلص وفوز برشلونة، وبرشلونة حسم الدوري الأسباني. ألف مبروك لبرشلونة الحصول على الثلاثية والدوري الأسباني. وبرشلونة كده ثلاثية محلية، وكانت ممكن توصل لثلاثية سداسية، بس طبعا خروج من دوري أبطال أوروبا. بس مفيش توفيق، المواسم الجاية إن شاء الله تعوض. بس برضو الفريق ده عمل إنجاز السنة دي، انا شايفه اعجاز بصراحه. انا ما كنتش اتوقع برشلونه توصل الشكل ده في الموسم ده، برغم يعني البدايه الصعبه ومفيش صفقات واصابات حارس مرمى تير شتيجن اللي اتصاب في بدايه الموسم ما كانش فيه بديل، وجبنا تشيزني وهو بيعتزل اصلا. حاجات غريبه حصلت، يعني سبحان الله الفرقه تتشقلب واللعيبه دي تظهر وتتالق وتحصل ده، وهانز فيليك يعمل الاداء ده مع برشلونه. فسبحان الله الفريق دوت محتاجين بقى تبني عليه السنين الجاية. محتاج تدعيم في خط الدفاع، محتاج تدعيم في راس حربة وجناح مكان رافينيا. الفرقة دي هتبقى مرعبة لكل الفرق بتاعت أوروبا. برشلونة ألف مبروك، ثلاثية عالمية طبعا بنكهة ميسية. طريق يمين يامال، يمين يامال اللي بيقدم موسم ولا أروع ولا أجمل. الواد ده ظهر كده بسرعة الصاروخ، يعني شبيه ميسي وبيقلد ميسي في كل حاجة، حتى الأجوان الاحتفالات. يعني ميسي
وهو بيحميه اداله البركة شكله. يعني الواد ده طبعا حصلت حاجات اللي هو كان ميسي، حصلت بقى طلعت أخبار الحاجات دي، عرفنا المعلومة دي أصلا بقالها فترة بس اتأكدت. اللي ميسي كان اللاعب ده كان عنده 9 شهور تقريبا أو سنة، فجه كان يونيسيف في الاتحاد أطفال، رعاية الأطفال الدولي، فكان رايح برشلونة بيعملوا زي حاجة كده خيرية، فبيجابوا لعيبة صغيرة أطفال يعني. من ضمن الحاجات أنا مش فاهم اللي هما إيه، بيحموا الأطفال وقعت القرعة على يمين يامال، وميسي حمى يمين يامال في ملعب الكامب نو في أوضة غرف خلع الملابس. معرفش بقى إيه الصورة دي نزلت طبعا وهو مسجل بعد ما تألق في اليورو الأخير مع أسبانيا، فازوا باليورو. طبعا والده طلع الكرة، طلع الصورة ديت وقال أنا مش ممكن يكون يمين يامال هو اللي ادى البركة لميسي. حاجات كوميدية يعني، بس احنا شايفين يمين يامال بيتألق وشكله الموسم الجاي عايز ياخد الرقم 10 يعني. فميسي يعني ايه، واحد شبيه ميسي هو اخيرا في برشلونة. طبعا بغض النظر اللي هو مفيش مقارنة بينه وبين ميسي، ميسي بالنسبة لي افضل لاعب في تاريخ كرة القدم، محدش هيرجع، محدش هيجي زيه اصلا. بس اللاعب عنده مهارة وشبيه لميسي، بيلعب نفس حركاته، شوية بيقلده الاحتفالات، نفس الاحتفال، حتى الجون بتاعه من نفس الاحتفال بتاع ميسي. فأهم حاجة اللاعب ده يستمر ويحافظ على نفسه ويركز في الكورة عشان يوصل بقى اللي هو يستمر في التألق والمواسم القادمة ويسجل أكتر، إن ده هيساعده في الفوز ببطولة أفضل لاعب في العالم بالون دور وذا بيست. وأنا شايفه من وجهة نظري هو أفضل لاعب الموسم ده. يعني إيه، بغض النظر بقى عن البطولات، تقول لي واخد دوري أبطال أوروبا، بس هو واخد دوري وكاس وسوبر يعني ينافس، بغض النظر على معدل الأهداف بتاعته، أهدافه قليلة بس برضه أهدافه مؤثرة. وأنا شايف أنا اديها له أصلا، هو لعيب أفضل موهبة صاعدة في العالم، ياخد البالون دور مستريح. متقوليش بقى أي حاجة تانية، ده ياخدها إيه هو قاعد في بيته ياخدها. لاعب يعني ما شاء الله 17 سنة وبيعمل كده، ولما يوصل بقى 25 سنة هيعمل إيه؟ طلع نار من بقه تنين. فسبحان الله يعني ما شاء الله عليه. فبرشلونة موسم للتاريخ بقيادة هانزي فيليك ولابورتا، أخيرا عمل إنجاز رجع برشلونة للبطولات. فموسم قوي جدا لبرشلونة. وطبعا كانت في حاجات تصريحات قبل بقى الماتشات، ماتش الانتر كان لاعب سومر حارس الانتر كان بيتكلم عن التسديدات اللي كان بيشوطها يمين يامال وهو بيصدها، كان بيقول لك الكورة يمين يامال أول مرة أشوف لعيب بيشيط الكورة وهي تحت رجله. هو طبعا سومر الحارس لو تبص له هو مش طويل، هو سومر الحارس حارس قصير مش طويل قوي يعني، ما تقارنوش بكورتوا، تشيزني، نوير، تريشتيجن، هو قصير. فهو كان بيقول لك انا بنط قبل ما الكوره تتشوط، بنط باخد ترن قبلها. طبعا دي فيها مجازفه، انت ممكن الكوره تبقى رايحه في زاويه تانية وانت تنط في زاويه فتلبس يعني. بس هو صد طبعا، طلع كور كتير وايه، ساعد الانتر اللي هو يتاهل لنهائي دوري ابطال اوروبا امام باريس سان جيرمان. هل يمين يامال فعلا يقدر يرجع جزء من جزء يعوض برشلونه زي ميسي، يعني يبقى جزء من برشلونه ويستمر؟ فده اللي هنشوفه المواسم القادمه. طبعا ميسي عقده مع انتر ميامي هيخلص نهاية الموسم ده، فهل ممكن ميسي يرجع برشلونة؟ ولو رجع بقى يبقى الفريق عامل ازاي؟ فيعني كان انا يعني بتمنى يعني هو يختم حياته في برشلونة. يعني هو ماشي، ميسي تقريبا عنده تقريبا 37 سنة، ممكن يجي يلعب موسمين في برشلونة. هو مش لازم يلعب ماتش بالكامل، بس هيساعد الفرقة، ان الفرقة اللي محتاجة، الفرقة اللي هي محتاجة تدعيم في خط الدفاع وخط الهجوم، راس حربة وجناح، واحد في نص الملعب دفاعي شوية. ومحتاجة برضو الفرقة الخبرات، يعني الفرقة خبراتها ومعظم اللعيبة اللي لعبت الموسم ده لعيبة شباب، لعيبة شباب ما عندهاش خبرات في البطولات أصلا. بطولة دوري أبطال أوروبا وبطولة دوري أسباني هي واحدة واحدة، ما جاتش عندها اللعيبة ما لعبتش ماتشات كتير قوي. بعض اللعيبة هي اللي عندها خبرات، بس برشلونة محتاجة خبرات. أنا بالنسبة لي محتاجة خبرات واللعيبة، بس إيه لو اكتسبت الخبرة، هي اكتسبت الخبرة من الموسم ده، وصلوا نص النهائي وأخدوا بطولة دوري أسباني والثلاثية المحلية. فاللعيبة إن شاء الله الموسم الجاي هيبقى موسم قوي جدا، وهي أصلا هيبقى فيه تنافس قوي بقى من الفرق التانية، إن ريال مدريد هيعمل تدعيمات قوية وباقي الفرق هتعمل تدعيمات، وبرشلونة إن شاء الله يعني إيه تعمل كام تدعيم خفيف على قد على قد الميزانية اللي عندها. بس إن شاء الله تعمل الموسم الجاي تفوز بدوري أبطال أوروبا وتكسر الدنيا بإذن الله. برشلونة هنشوفوا المواسم القادمة هتعمل إيه،
رغم اللي برضه اللي فيه مشاكل لسه في الإدارة والفلوس، موارد المالية قليلة في برشلونة، محتاجة تدعيمات برضه برشلونة. فهنشوف هو الفرقة هتعمل ايه المواسم القادمة.